هل عمرك وقفت قدام المراية وقلت لنفسك أنا مش جذاب كفاية؟ الناس مش بتحبني بسرعة زي غيري؟ الحقيقة يا صاحبي، الجاذبية عمرها ما كانت في الملامح، ولا في شكل الجسم، ولا حتى في اللبس الغالي. الجاذبية الحقيقية طاقة، حضور، إحساس الناس بيك أول ما تقرب منهم. النهاردة هنتكلم مع بعض عن أسرار الجاذبية الحقيقية، مش الجاذبية اللي بنشوفها في الأفلام، لكن اللي تقدر تبنيها بنفسك خطوة بخطوة. خليك معايا لآخر الفيديو، لأنك هتخرج منه بنسخة جديدة منك، نسخة الناس ما تقدرش تتجاهلها. الجزء الأول، الجاذبية تبدأ من جوه. قبل ما تهتم باللبس والمظهر، اسأل نفسك: هل أنا مرتاح مع نفسي؟ هل بحب نفسي فعلا؟ لو الإجابة لأ، فصدقني محدش هيحس بجمالك مهما كنت شكلك عامل إزاي. ابدأ بتقبل نفسك زي ما أنت، كل عيب فيك هو جزء من قصتك. لو عندك ندبة أو شكل مش عاجبك، دي حاجات بتخليك مميز مش ناقص. الناس بتحس بالطاقة اللي بتطلع منك، ولو طاقتك رفض لنفسك محدش هيقرب منك. نصيحة: كل يوم الصبح بص في المراية وقول لنفسك 3 جمل إيجابية: أنا كفاية زي ما أنا شخص محبوب، أنا أستحق الاحترام والحب. العادة الصغيرة دي مع الوقت هتغير طريقتك في التعامل مع نفسك والناس. الجزء التاني، الثقة اللي بتخلي الناس تحترمك. الثقة مش إنك ما تغلطش، الثقة إنك لما تغلط ما تنهارش، إنك تكون عارف قيمتك حتى لو حد قلل منك. خلي في بالك دايما الناس بتحس بثقتك قبل ما تتكلم، طريقة وقفتك، نظرتك، حتى تنفسك، كل ده بيوصلهم رسالة: أنا واثق في نفسي ومش مستني تصفيق. نقطة مهمة جدا: خلي ثقتك هادية مش متصنعة. في فرق بين الواثق والمغرور. الواثق هادي ومريح، المغرور صوته عالي بس جواه فاضي. تدريب بسيط: لما تدخل أي مكان جديد ما تبصش في الأرض، خد نفس عميق، ارفع راسك وابتسم. حركة بسيطة بس بتغير الانطباع الأول كله. الجزء الثالث، قوة الابتسامة والعيون. ابتسامتك مش بس حركة وش، دي رسالة طمأنينة بتقول: أنا مش تهديد، أنا صديق. في دراسات بتقول إن أول 7 ثواني كفيلة إن الشخص اللي قدامك يقرر يحبك أو لأ. فلو أول حاجة شافها منك كانت ملامح متجهمة أو توتر، نص الفرصة راحت. بس لو ابتسمت ابتسامة بسيطة وعينك فيها اهتمام وصدق، هتلاقي التعامل اتغير من أول لحظة. جرب كده، لما تتكلم مع حد خليك مركز بعينيك عليه، ما تبصش في الموبايل ولا حواليك، خليك في اللحظة. التركيز ده في حد ذاته جاذبية. الجزء الرابع، مهارة الإنصات. الناس بتحب اللي يسمعهم، بس قليل اللي فعلا بيعمل كده. الفرق بين اللي يسمعك واللي يفهمك زي الفرق بين الموجة والبحر. لو عايز تكون جذاب، اتعلم تسمع بجد، ما تقطعش، ما تحكمش، خلي اهتمامك صادق مش مجاملة. خد بالك، الإنصات مش ضعف، ده قوة. الناس بترتاح للي يفهمهم أكتر من اللي يتكلم عن نفسه. الجزء الخامس، المظهر والسلوك. المظهر جزء من الصورة العامة. مش لازم تلبس غالي، بس لازم تكون نظيف، مرتب، ريحتك كويسة، لبسك مناسب للموقف. اهتم بتفاصيل بسيطة: نظافة الجزمة، شكل شعرك، طريقة مشيتك. كل ده بيبعت رسائل غير مباشرة عن شخصيتك. بس الأهم، خلي حركتك هادية وواثقة، ما تسرعش في كل حاجة. الهدوء جاذب أكتر من أي لبس شيك. الجزء السادس، الطاقة اللي بتخرج منك. كل إنسان بيمشي ومعاه طاقة. في ناس تدخل المكان تحسه نور، وفي ناس تحس إنهم مطفين النور. الجاذبية مش في الملامح، في الطاقة. اتكلم بحماس بس من غير مبالغة. ابتسم، اضحك، بس خليك طبيعي. خليك الشخص اللي وجوده يريح مش يرهق. نقطة مهمة: ابعد عن الشكوى الكتير. الناس بتحب اللي بيشجعهم مش اللي بيحبطهم. الجزء السابع، كن غامض شوية. الغموض مش إنك تبقى صامت طول الوقت، لكن إنك ما تكشفش كل حاجة عنك مرة واحدة. سيب مساحة للناس تكتشفك. اتكلم عن نفسك بس بحدود، وخلي فيك دايما حتة مش مفهومة، دي اللي بتخلي الناس عايزة تعرفك أكتر. الجزء الثامن، أسلوبك في التعامل. الجاذبية كمان في الأخلاق. خليك محترم، متواضع، وما تتريقش على حد. لما تغلط اعتذر، ولما تتكلم خليك مهذب حتى لو اللي قدامك مش كده. خد بالك، الناس مش هتفتكر كلامك قد ما هتفتكر إحساسهم وانت بتكلمهم. الجزء التاسع، الجاذبية في الرحمة. أكتر الناس جاذبية هم اللي عندهم قلب، اللي بيخافوا على مشاعر الناس، اللي بيساعدوا من غير ما يتفخروا، اللي بيضحكوا من القلب مش تمثيل. الرحمة دي أجمل طاقة ممكن تطلع منك. الجزء الأخير، خلاصة الرحلة. كونك شخص جذاب مش هدف،
ده أسلوب حياة. كل حاجة اتكلمنا عنها، من الثقة والابتسامة والطاقة، هي حاجات ممكن تتعلمها وتتمرن عليها كل يوم. ابدأ النهاردة بخطوة صغيرة، ابتسم لحد، ساعد شخص، قول كلمة طيبة، وافتكر دايما إن الجاذبية الحقيقية بتبدأ من جوه، من قلبك قبل ما توصل لوشك.